في ايه يا مندو؟ رايح فين؟ هندخل اوضتك ناخد الحقنه. وحد قال لك اني فاتح اوضتي مستوصف؟ اوعى يا واد انت من وشي، اوعى على جثتي، انا اوضتي لا يمكن تتاخد فيها حقنه. المسخره دي تعملها في اوضتك انت. وانا مش ممكن ادخل اوضتك يا عبده. الله، الناس تقول ايه؟ ما هي الناس هتعرف منين يا ست انت؟ لا، الحيطان ليها ودان. ويعني اوضتي ما فيهاش ودان؟ خلاص نبعت نجيب المأذون وناخد الحقنه بقى براحتنا. يوه، ما تكسفنيش بقى يا عبده. امال في ايه؟ انت ما صدقتي؟ بقول لك ايه يا ابو واحد، عايز تاخد الحقنه اتفضل اقلع هنا في اي حته على جنب ورا كرسي، والا قسما بالله العظيم حرمي الفطار اللي انا عملته وتعبته فيه كله في الزباله. خلاص بقى يا عبده اقلع. الله، هتفرق ايه هنا من الاوضه؟ بس كده هاخد برد. لا، انت كده هتقلقني يا عبده. ده احنا كل الحكايه بنتكلم في حقنه. الو، ايوه يا غزال. طيب انا نازل حالا. يلا عطيات، يلا بنتك عايزاني تحت. طب ما تنزل لها انت يا بارد وسيبني اخد الحقنه براحتي. يا عم اقلع بقى وخلصنا. ايوه يا روح الروح، انا جايه اهو. صباح الخير. هو انت عايزه على الصبح؟ ممكن لو سمحت تندهيلي الانسه غزال؟ اخلص يا زفت، عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت غزال؟ لا بنت اختها يا خفيف. سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. ايه اللي نضفك كده يا غزال؟ بجد يا واد يا قني شكلي حلو. لا مؤاخذه، يعني انت كان شكلك زي الكلب الاجرب، لكن دلوقتي تقدري تقولي اسمك بالفم المليان كده، اسم على مسمى بصحيح. يا لهوي، يعني مندو لو شافني قلبه هيدق. مندو مين ده؟ لو حسين طرابزين بذات نفسه شافك قلبه هينفجر. مين حسين طرابزين ده؟ معرفش. طب يلا غور بقى دلوقتي عشان مندو زمانه جاي. بس انا كنت عايزك في موضوع. انجز يا قني، عايز ايه؟ ما اصل كتر الرغي كتير بيخلي المواضيع تتدلدق من دماغي. اديني حطيت صرمه في بقي، اتفضل انت. استغفر الله العظيم، هو انا داخل على زهايمر مبكر ولا داخل على ايه؟ الموضوع راح من دماغي يا جدعان. خلاص يا خفيف، اول ما الذاكره ترجع لك يبقى عدي عليا. سلام. مع السلامه يا عطيات. مع السلامه يا عبده. اول ما توصلي اديني رن على طول، ولا اقول لك كلميني على الفايبر. هو في ايه يا بابا؟ خش بقى واحنا رايحين الخليج. اصلها هتوحشني قوي. ادخل بقى. حاضر. ما تنزلي انت كمان. حاضر يا جوز بنتي. إلهي تولع انت وبنتك في مقلب زباله واحد. كعب الغزال يا بتحني بدم الغزال، كعب الغزال يا بتحني بدم الغزال. يا رب يا غزال توقعي مندو، خلينا نخلص ونتلم كلنا ببيت واحد يا رب. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا ابني؟ انا زين. ولابس بيجامة ابني ليه يا زين؟ ما الدولاب كله بيجامات مقلمه، اعمل لك ايه يعني؟ وكنت بتعمل ايه في اوضه مندو؟ انت يا انت ده ايه الغباوه دي بقى على الصبح؟ هو انا مش باين عليا ان انا بنت ولا ايه؟ يا ابني طالما ربنا خلقك ولد ليه تقلب نفسك بنت؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا عم انا اتولدت بنت. انا ما سمعتش عن بنت اسمها زين. لا انا اسمي زين، حرف الزين يعني. زين ولا ميم ولا سين ولا شين، ده شيء ما يخصنيش. انا عايز اعرف انت بتعملي ايه في بيتي ولابسه بيجامه ابني ليه؟ دي حكايه طويله قوي يا عم عبد الواحد، وانا هفتانه وعايز افطر. وكمان قالك على اسمي؟ ده نهار ابوه مش فايت. هو حضرتك مش هتفطر؟ انا عملت الفطار ده عشانك مخصوص على فكره. تكذب عليا يا مندو وتقول انك عملت الفطار وداخل الاوضه وخارج من الاوضه. كنت بتعملوا ايه في الاوضه يا بنت انتي؟ كنا بنفكر. وفكرتوا كويس يا اموره؟ اهدى بس يا عم عبد الواحد، انت عندك السكر. انا مش قادر لما اعرف مندو اصطادك منين وكنتوا بتعملوا ايه طول الليل. بصراحه كده انا اللي اصطدت مندو. ده ايه البجاحه اللي انت فيها دي وبتقوليها كده في وشي؟ هو المفروض اقولها لك فين حضرتك؟ اسمعي يا بنت، عيله الدقاق طول عمرها سمعتها زي الجنيه الدهب. مش هتيجي بنت مفعوصه زيك تبوظ تاريخ اجدادي. انت اكيد غرغرت بمندو. انا ما غرغرتش بحد يا عم انت. قصر الكلام، اقلعي. اقلع؟ اقلع انت الاول. اقلعي البيجامه يا بنت. استنى يا عم عبد الواحد، مش لما تفهم بس القصه الاول وترسى على الحوار؟ يا بنت انت فاهمه غلط، اقلعي انت البيجامه. هو انت كل اللي همك البيجامه؟ طبعا، واحده زيك لا ليها اصل ولا فصل ومعدومه التربيه والاخلاق.
هتعرف منين قيمة البيجامة المقلمة الكاستور دي؟ يا سلام. البيجامة اللي حضرتك لابساها ومتأنتكة بيها قوي كده ليها تاريخ. يوه، هو كل حاجة عندك ليها تاريخ؟ ايوه، البيجامة دي من ريحة امي، هي اللي عملتها المندو لما نجح في الاعدادية. شكلك كده مش هتعمر معايا يا عم عبد الواحد، وهتقعد تقلب لي في حوار ملوش اي 30 لازمة. وانت ناوية تعمري هنا ولا ايه؟ البيت ده بيتي واتكلم فيه زي ما انا عايز. انت لو ما قفلتش بقك دلوقتي حالا وسمعتني، انا هقلع البيجامة المعفنة القذرة دي واولع فيها. البيجامة لا، البيجامة لا، انا مش قد زعل المرحومة. خلاص اقفل بقك بس. وبعدين؟ حاضر، اديني قفلت. ومن الغورية الكوكب زين، لا نحس الجد وبخور. ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حدود. غورية الكوكب زين، لا نحس الجد وبخور. ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حدود. في ايه يا غزال؟ قاعده زي الدمل كده ليه؟ ما تنطقي. اصل انا عامله مؤدبه. هو انت كده مؤدبه؟ وبعدين انت قلت لي انك عايز تفضفض معايا وترجع في وداني. تك القرف. اتفضل يا حبيبي، خد وداني رجع فيها براحتك. ده انا ارجع في الكباني انضف. ارجع، ابعدي ابعدي يا بت يا عطيات. بقول لك ايه، انا زهقت من القعده بصراحه فعلا هي حاجه تزهق. انا ماشي. تمشي فين؟ ده انا ما صدقت احط ايدي عليك. بقول لك ايه، ما تيجي نرحرح. نرحرح ازاي يعني؟ القميص اللي انت لابسه ده خانقني، فك الزراير يا مندو. ايه ده؟ ابعدي 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 يا غزال بدل ما اخرم عينك. يا عم فك. مش هفك حاجه، ابعدي بقول لك. ما هي تفك يا انا فك. يا عطيات يا عطيات، يا امك حاطه قط في ودنها ولا ايه؟ امك ماتت؟ انت يا ست انت ريح نفسك، امي راحت السوق. عملتيها يا عطيات. اوعي اوعي يا غزال، ابويا بيتصل. سيبك منه. طب بقول لك ايه، روحي اعملي شاي كانت داهيه في شكلك. اعملي الشاي على الشمس، انا بحب اشربه على الشمس. ساعه ساعتين 3 ايام، خدي راحتك. احنا معانا اليوم بطوله يا روح الروح. طلعت روحك. ايوه يا ابو واحد يا بابا. انت فين يا مندو؟ انا في الجحيم. مش اكتر من الجحيم اللي انا فيه يا ابني. في ايه مالك صوتك بيترعش كده ليه؟ في ايه؟ انا خايف قوي يا مندو. في ايه يا بابا؟ ما تنطق. انا مستخبي تحت السرير. اوعى تقول لي في فار تاني. يا ريته يا ابني كان فار، كان اخرته شبشب او مصيده. طب في ايه؟ عرسه؟ هي فعلا عرسه، واموت واعرف انت دخلت العرسه دي الشقه ازاي. هي ايه اللي انا دخلتها دي يا بابا؟ البنت القذره اللي انت جبتها معاك امبارح. يا قذر يا قذر يا قذر. انت شفتها؟ ايوه شفتها يا سافل يا سافل يا سافل يا سافل. اهدى عليا. طب ايه رايك فيها الاول؟ مش حلوه؟ هي حلوه بقى، دي قنبله قنبله لا قنبله. لا لا، طب خد بالك، اوعى تهزها يمين ولا شمال ولا تلعب في اي حاجه. خد بالك لحسن دي ممكن تنفجر في وشك. دي اخر تربيتي فيك يا مندو، بتقرطصني بعد العمر ده كله. طب قول لي، ما احنا شباب زي بعض يا مندو. ايوه، والقفه ام ودنين يشيلوها اتنين. ما انا كنت هقول لك على القفه يا بابا. هتقول لي بعد ايه؟ بعد ما لبست البيجامه يا ناقص. مستعجل قوي على لبس البيجامه يا مندو. يا بابا الموضوع مش زي ما انت فاهم خالص. انا مش عايز افهم حاجه. انت تطلع بسرعه تاخد المصيبه دي وتغورها بره البيت. حاضر، هشرب الشاي واطلع على طول. شاي ايه يا جميل؟ انت البنت دي بتدور عليا وعاوزه تفترسني. طب خليك تحت السرير وانا جاي حالا. يا مندو انا ولعت على الفحم يا مندو. خليكي قاعده جنبه، انا راجعلك يا روح الروح. انا جيت يا بابا، يلا اطلع من تحت السرير. انا مش هطلع من تحت السرير يا مندو الا لما تاخدي البنت دي وتغوره من هنا. طب فسح شويه. هو انت خايف منها زيي؟ ما اضحكش عليك، انا شاكك فيها. البنت دي احتمال كبير جدا تكون جاسوسه او جاموسه، الله اعلم. ولما انت شاكك فيها جايبها لي البيت ليه؟ ما انت عارف عيله الدقاق قلبهم ضعيف وعندهم مرض الشهامه. بذمتك انا راضي ذمتك. غصن البان ده ينفع يتساب لوحده في الشارع في نصاص الليالي؟ دي لا تنفع تتساب بالليل ولا بالنهار. دي تتحط في كرتونه ويتشقر عليها كل ربع ساعه. لا، والمصيبه بقى ان عندها ربع بايظ، عماله تقول انا من كوكب تاني ومعهاش لا بطاقه ولا باسبور ولا حتى فلوس. معقول؟ يعني ما كانتش ماسكه في ايديها بوك ولا شنطه ولا حتى كيس بلاستيك ولا اي حاجه، مخليه زي ما انت شفتها كده. البنت دي هربانه من اهلها، يا دماغها هربانه منها يا ابني.
بتعملوا ايه تحت السرير يا اشقية؟ الحق يا مندو، دي قلعة البيجامة، قلعة البيجامة، قلعة. الله يرحمك يا بابا.